السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبنا، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده نتكلم عن مادة القرآن الكريم وإزاي بإذن الله تدخل الامتحان والامتحان معاك. مبدئيا كده لو أول مرة تشوفوني فأنا أخوكم في الله محمد عبد الحميد، تالتة طب أسنان جامعة الأزهر أسيوط. تمام. وكنت جايب في دفعة 2023 يعني دفعة 2023 فكنت جايب 94.46% وكنت جايب في مادة القرآن الكريم 40 من 40 وكنت داخل الامتحان حرفيا الامتحان معايا مش متسرب، لا الامتحان معايا داخل حافظ الحمد لله. فاقول لك ازاي تبقى انت داخل حافظ كل اللي هيجيلك جوه باذن الله. الموضوع كل اللي طالبه منك ان انت تكمل الفيديو للنهايه. تمام. الفيديو هيكون طويل شويه حبتين بس هقول لك البهاريس حرفيا. سامع الله استغفر الله ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاعنا على طول. مبدئيا كده المطلوب منك تحفظه هم سوره البقره، سوره ال عمران، واول 3 أو 4 ايات من كل سوره في القران الكريم كله. تمام تمام. هل الموضوع ده صعب؟ خالص. باللي احنا هنقوله ان شاء الله في الفيديو ده هيبقى موضوع ابسط مما تتخيل. سامع الله استغفر الله. يلا نكمل يلا بينا. احفظ المقرر ازاي؟ بص انا هقول لك الطريقه اللي انا حفظت بيها ودي كانت اسهل طريقه تحفظ بيها وفي نفس الوقت اكتر طريقه تفضل فاكر بيها لحد ما تخلص الامتحان ولحد ما تبقى في ثالثه كليه. السورتين دول سوره البقره وسوره ال عمران اكتر سورتين يوم ما تيجي ترجعهم هتفتكرهم بسبب ثالثه ثانوي في النظام اللي انت هتعمله باذن الله. بص يا حبيب اخوك، مبدئيا كده سوره البقره وسوره ال عمران 75 صفحه او في روايه ثانيه 30 ربع. ممكن تقسمهم ارباع وكل يوم تاخد لك ربع فهتخلصها على كام يوم؟ 30 يوم. او ممكن تقسمها صفحات فتاخد لك كل يوم 3 صفحات فتقسمهم على 25 يوم. او ممكن تاخد لك 4 صفحات كل يوم فتقسمهم على 19 يوم. او ممكن 5 صفحات تقسمهم على 15 يوم. تمام تمام. انا كنت بحفظ قد ايه؟ كنت بحفظ ربع. امتى كنت بحفظه؟ في جلسه الضحى. تمام. بصلي الفجر في المسجد الحمد لله وكنت بخلص اقعد اقرا اذكار الصباح. كان معايا بتاع اللي هي حصن الحصين دي اسمها ايه، حصن المسلم ديت، وكنت بقرا منها اذكار الصباح كل يوم. اخلص اذكار الصباح ابدا احفظ الورد بتاعي. حفظت كل يوم ربع الحمد لله. خلاص كده انا تمام. لو فرضنا ان احنا النهارده اول يوم وحفظنا اول ربع، ناخد كوبايه شويه قهوه بس كده المهم حفظنا اول ربع. نعمل ايه بعد ما حفظنا اول ربع في جلسه الضحى وخلصت خلاص جلسه الضحى والدنيا زي الفل؟ انت حضرتك بعد ما تخلص جلسه الضحى هتقوم تصلي الضحى. تمام. بعد وقت الضحى او بعد وقت الشروق عذرا بحوالي تلت ساعه، يعني مقدار ربعين اللي هو تلت ساعه. تمام تمام. قمت صليت الضحى. هتصلي الضحى بايه؟ بالربع اللي انت حفظته. تمام. طيب هتيجي تصلي الظهر، هتصلي الظهر بايه؟ بالربع اللي انت حفظته. وسنه الظهر بالربع اللي انت حفظته. والعصر بالربع اللي انت حفظته. والمغرب بالربع اللي انت حفظته برضه. والمغرب ما تصليش السنه بالربع اللي انت حفظته. ليه؟ لان في سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام تصلي اول ركعه، ودي سنه في صلاه في سنه المغرب وسنه الفجر، ان انت تصلي اول ركعه بكل ايها الكافرون وثاني ركعه بقول هو الله احد. فدي سنه فطبق السنه افضل من ان انت تسمع الربع فيها يعني. تمام. وفي العشاء ان شاء الله تسمع برضه الربع اللي انت حفظته. بس طبعا احنا دلوقتي في تراويح فالسنه ما تبقاش طويله فمفيش مشكله. بس انت عموما لو صليت بالربع ده حاول مرتين او 3 مرات فانت كده جامد جدا يعني. تمام. المهم ان انت تكون حفظته كويس قوي في الفتره بتاعت الضحى دي. تمام تمام. طيب انا خلصت النهارده اول جلسه والدنيا زي الفل. طب حابب تاخد حاجات معاك من اوائل الصور؟ مفيش مشكله خالص. انا عن نفسي كنت باخد معايا في كل ربع 3 صور اخد منهم اول 5 ايات. تمام. هو الطبيعي ما بيجيبش 4 ايات اصلا بس انا عن نفسي يعني الحمد لله كنت اخدت قبل كده زمان يعني كان في ثانيه اعدادي واولى اعدادي كنت بحفظ الحمد لله من اول وانا صغير لحد ما خلصت في ثالثه اعدادي. بس بعد كده بقى الحفظ كان مقطع، بعد كده ما عدتش بحفظ تقريبا او حفظ ضعيف خالص. تمام. فكنت حافظ زمان فالحمد لله كنت بحفظ 5 ايات. فانت عايز تحفظ 5 ايات وتضمن نفسك مفيش مشكله خالص يعني مفيش سعي بيضيع عند ربنا. تمام. فاحفظ 5 ايات مفيش مشكله. طب تضمن نفسك قد ايه؟ 3 ايات حلوين او 4 ايات يبقى انت كده خلاص انت كده حاطط في بطنك منجع وسي. فاحفظ 4 ايات مفيش مشكله خالص. تمام تمام. كل يوم ممكن تاخد لك مع كل ربع 3 صور. هتيجي مثلا لو انت اشتغلت مثلا لو انت بتشتغل ارباع فهتخلص بعد 30 يوم هتكون خلصت 90 صوره. 90 صوره دول يعني انت خلصت القران الكريم وفاضل لك مثلا اللي هم حوالي 10 لا 20 صوره مثلا. 20 صوره دول هم ايه؟ كل الله احد بقى كل هذا بالفرق والصور اللي تحت دي. تمام. فمش محتاج منك حاجه. انت ممكن اصلا بعد في اخر يوم بتخلص فيه سوره ال عمران تحفظ تراجع على الصور دي كده بسرعه يعني. تمام تمام. طيب مش حابب انت تعمل كده مفيش مشكله خالص. خلص ومفيش مثلا وقت ان انت تاخد كل ده ودول بتحفظ في الجلسه شويه دول ولسه هتحفظ بقى الصور دي اول مره حرفيا. فانت مثلا 3 ايات مثلا لو من سوره النساء وسوره المائده وسوره الانعام فهتاخد معاك وقت كبير لان 3 ايات في سوره المائده كبار انما 3 ايات في سوره النساء فهم مش كبير يعني حوالي 4 سطور تقريبا. وفي 3 ايات في سوره الانعام برضو حوالي 4 سطور او 3 سطور يعني. فهي بس المائده بس 3 ايات فيها حوالي صفحه وشويه. تمام. فده مثل يعني مثال من ضمن الامثله. انا النهارده خدت اول ربع صليت بيه في الصلاه على قد ما اقدر سواء بقى صلاه الضحى اقل حاجه يبقى انت اقل حاجه تصلي بيه مره واحده حتى. تمام. صلاه الضحى. تمام.
صلي بيه صلاه الضحى واي صلاه تانية ربنا ييسرها لي في خلال اليوم. تمام، احاول برضه اسمع الربع ده على اخر اليوم كده مثلا لحد من البيت ولا بتاع، او في نص اليوم في اي وقت يعني. وقبل ما تنام اعدي عليه كده قبل ما اقرا سوره الملك قبل ما انام وانام. تمام، يبقى انت كده زي الفل باذن الله. طب تاني يوم اعمل ايه؟ هل ابدا في الربع الثاني او ابدا مثلا في الورد الثاني، مثلا لو انا خدت 3 صفحات او 4 صفحات ايا كان يعني ابدا في الورد الثاني على طول؟ لا، انا هقرا الورد رقم 1 مع الورد رقم 2 سرد كده سريع. تمام، لازم كل يوم تعمل كده. وبعد كده تبدا في الورد بتاع اليوم اللي انت فيه. يعني انت مثلا لو في اليوم الثاني هتقرا الوردين، ورد رقم 1 وورد رقم 2. طب في الورد مثلا رقم 9 هتقرا من اول 1 لحد 9 كل يوم. كل يوم تقرا من 1 لحد 9. ياخدوا زي ما ياخدوا منك 10 دقائق ربع ساعه. لو حتى وصلت للورد ال 30 لازم تقرا كل يوم من اول ورد 1 لحد ورد 30. تمام، اوعى ما تعملش كده. ليه؟ هتيجي في اليوم العاشر هتيجي فيه هتبص لنفسك انت ناسي رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وفاكر 8 و9 و10 بالعافيه يعني. تمام، فاسمع مني، كل يوم تتقدم فيه تجيب اللي قبليه، كل يوم تتقدم فيه تجيب اللي قبليه. وصلت حتى الورد ال 30 زي ما قلت لك تجيب برضو ال 30 ربع معاك. تمام. طيب انا النهارده خلاص هقرا الورد الاولاني والورد الثاني، خلصت وحفظت الورد الثاني والدنيا زي الفل، وحفظت اوائل الصور اللي انا بحفظهم معايا يعني ومقسمهم معايا، وده شيء كويس على فكره يعني انصحك بيه. تمام، بحيث انك انت لما تيجي بعد شهر تلاقي نفسك خلصت ماده القران الكريم. تمام، فالموضوع هيكون لذيذ وليه متعه يعني ان شاء الله باذن الله تخلصوا باذن الله المنهج وتبقوا حاسين المتعه دي باذن الله. تمام. طب اشمعنى جلسه الضحى؟ هقول لك انا لعده اسباب كتير. مبدئيا جلسه الضحى في الفجر ليك انت كشاب باذن الله او كرجل يعني باذن الله. حضرتك الجلسه ديت من اول ما تخلص صلاه الفجر لحد ما الشروق يعني لحد ما الشروق يجي او ميعاد الشروق يجي يعني. حضرتك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثواب الجلسه ديت يعني كانك انت اديت حجه وعمره تامه. تمام، فما تضيعهاش. فدي اول حاجه، انت بتاخد ثواب كبير جدا 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 من ربنا. تمام، تاني حاجه تبدا يومك بالقران الكريم. مفيش بدايه احسن من كده. وده هيشجعك انك انت ما تفوتش اذكار الصباح، وهيشجعك انك تقوم كل يوم لصلاه الفجر. تمام، وتبدا يومك من الفجر، ودي افضل بدايه انت ممكن تبداها. تمام، طب حد يقول لي ممكن الساعه دي تضيع لي اليوم؟ مستحيل. الساعه دي هي البركه اللي في يومك. الساعه دي انت بتقرا فيها يا اما جزء من البقره وجزء من ال عمران. تمام، وكل يوم لو تلاحظ انت كده كل يوم هتقرا معاك حاجات من البقره. تمام، طب ايه سوره البقره دي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعها البطله. تمام، فانت محسود، بص محقود، اي حاجه اي حد حاطط عينه في حياتك يعني دي هتتشال باذن الله تعالى. ليه؟ سوره البقره. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ايه البيت اللي هو المقابر ده؟ البيت اللي ما يتلاش في سوره البقره. ليه؟ لان الشياطين بتنفر منها. تمام، فانت سوره البقره تلاوتها في البيت انت ما شاء الله عليك يعني. فانت مش تحتاج حاجه تاني، مش تحتاج حاجه تحميك. انت بتقرا سوره البقره، فالله اكبر عليك يعني. انت حظك ان انت منهجك سوره البقره اصلا. تمام، فاحنا الحمد لله بنقرا كل يوم سوره البقره وبتبدا بها يومك. فمستحيل يعني يقابلك حاجه حرفيا والله العظيم يا جماعه. انا عن نفسي كنت بعمل كده يعني. مش بقول لك مثلا النظام اللي هو قعدت اقول الف وبتاع، لا انا كنت بعمل كده يعني. الحمد لله انا مثلا اللي يشهد عليا الراجل اللي في الجامع، العامل بتاع الجامع، هو يعرفني شكليا، يعرفني ان انا كنت في ثالثه ثانوي، كان بيشوفني في ثالثه ثانوي بس ما يعرفش عني كده. ممكن ما يكونش عارف اسمي بس عارف ان انا في ثالثه ثانوي. وفي اخر السنه سالني عملت ايه فقلت له دخلت طب اسنان. ده اللي يعرف عني. تمام، ما يعرفش ساكن فين ولا اسمي ايه ولا يعرف عني اي حاجه. هو يعرف ان انا كنت في ثالثه ثانوي. انا واحد صاحبي كنا بنقعد احنا جلسه الضحى ديت ونقرا ونحفظ وبتاع ونصلي الضحى ونروح ونبدا بقى يومنا بقى نذاكر. تمام، والله يا جماعه دي افضل بدايه تبدا بيها يومك. تمام، فاوعى تفوت الجلسه دي. تاني حاجه، لو فرضا انت ما خلصتش في جلسه الضحى وروحت مثلا خلصت صلاه الفجر وروحت ذاكرت على طول. تمام، انا هقول لك ايه اللي هيحصل. هتندمج في المذاكره، هتلاقي عليك حاجات مثلا ظهرت جديده، شامل، امتحان، واجب، درس عايز تذاكر، تراكمات عايز تحلها، والشيطان الله اكبر عليه في الالهاء شاطر جدا. عارف انت لو بتصلي ممكن يوسوس لك. لو انت مثلا راجل اللي هو مثلا طاقه زياده، ممكن يوسوس لك باوراد القران واوراد الاذكار في الصلاه بس يبوظ لك الصلاه. فالشيطان هو كيف ان هو يبوظ لك صلاتك. تمام، فانت نفس الموضوع كده، هو الشيطان كيف ان هو يبوظ لك الورد بتاعك. تمام، هيفضل يخليك تاجله بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل ما انام. طب تعبانين وفاضل 4 ساعات على الفجر، يا دوب الحق انام وخلي الورد ده بكره. طب تيجي بكره تحس ان عندك وردين، فهتخلي وردين بكره اللي بعد بكره، فيبقى عندك 3 اوراد، فاوراد بعد بكره اللي بعد بكره، وهكذا. هتفضل تخش في السلسله ديت لحد ما تلاقي نفسك انت مثلا قعدت لك 15 20 يوم وتقول يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم من جديد. ولو انت وصلت لنص الطريق فكل اللي انت كنت فيه ده نسيته، هتبدا بقى تاني من جديد برضه. تمام، فنصيحه مني اوعى تخلي حتى الورد بتاعك الساعه 8 الصبح، جلسه الضحى. تمام، او اول ما تصحى من نومك يعني. مثلا لا فرضا انت ظبطت منبهك وما صحيتش للفجر.
تمام. طبعا ان شاء الله ما عليكش عذر، ووقت قضاء الصلاه لو انت نايم واخد اسباب انك تصحى باذن الله تعالى، اول ما تصحى ما تفضلش بقى تعمل اي حاجه وتشوف بقى مذاكرتك وتشوف الجروب اتبعت عليه، لا، اول ما تصحى وتلاقي نفسك انت خلاص الفجر راح عليك، خلاص سيب تليفونك وتقوم تتوضى وتصلي الفجر وتبدا جلسه الضحى بتاعتك. تمام. هي مش لازم تكون بقى في الضحى، انت خلاص هتبقى صحيت بعد الضحى، فابدا جلستك، خلص الورد بتاعك باذن الله. وبرده البنات تعمل كده في البيت، وباذن الله تحتسب ان شاء الله ربنا يديلها نفس الاجر باذن الله تعالى. تمام تمام. وعايزك تحفظ باتقان. تمام. هتشكرني شكر جزيلا بعد ما تخلص ثالثه ثانوي، لما هتيجي في اولى كليه وانت مثلا بتراجع القران الكريم، هتلاقي اسهل سوره بالنسبه لك سوره البقره. تمام. طيب انت خلاص حفظنا، خلصنا ال 30 يوم، ماذا بعد ال 30 يوم؟ هل هنركن السورتين؟ مستحيل. انت كل يوم هتعمل ايه يا باشا؟ النهارده مثلا هتراجع سوره البقره، تمام، هتقراها بس. تمام. النهارده هتقرا سوره البقره، بعده تقرا سوره ال عمران كامله، بعده سوره البقره، بعده سوره ال عمران، بعده البقره، بعده ال عمران، وهكذا. تمام. لمده كام يوم؟ لمده 20 يوم. بعد ال 20 يوم هيفضل عندك في الشهر اللي بعد الحفظ اللي انت حفظت فيه ده، هيفضل عندك 10 ايام. ال 10 ايام دول كل يوم تسمع سوره البقره لحد، لا عذرا، هتسمع سوره البقره النهارده لحد، وتاني يوم ال عمران لحد. تمام. وهكذا. خلاص انت سمعت النهارده البقره، تاني يوم ال عمران، فانت في ال 10 ايام دول سمعت البقره 5 مرات وال عمران 5 مرات. تمام. بعد كده بقى عايز تعمل ايه؟ انا كنت بصراحه لما كنت مشغول في الفتره الاخيره دي كنت بعمل ايه؟ كنت مثلا ممكن يوم اسمع البقره وال عمران الاثنين لنفسي او لاي حد في البيت، وممكن برضه اعمل حاجه ثانيه، ان انا اقرا سوره البقره وسوره ال عمران الاثنين، اخلص جلسه الضحى في نفس جلسه الضحى بقراهم سرد كده. تمام. ما بياخدوش كتير، بياخدوا بالكتير مثلا ساعه، ساعه وشويه، اللي هي الجلسه بتاعتك تكون خلصت وقمت بعد مثلا بعد وقت الشروق مثلا بتلت ساعه، صليت الضحى وخدت نفسك وروحت وبدات يومك وانت قارئ سوره البقره وسوره ال عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالزهروين. ايه هما الزهروين؟ سوره البقره وسوره ال عمران، فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما غايتان، يعني هتلاقي سحابه فوق دماغك يوم القيامه والشمس اصلا فوقك. تمام. هتلاقي سحابه فوقك كده بتظلك وانت مش حاسس بالحر، والناس اللي العرق يلجم هو الجاما، وبص والناس سايحه وانت الله اكبر تكييف ربنا معاك. تمام. بسبب سوره البقره وسوره ال عمران. فاحنا من حظنا كطلاب ثانويه ازهريه في ثالثه ثانوي ان المنهج اللي علينا سوره البقره وسوره ال عمران. تمام. طب انت عليك المنهج بتاعك سوره البقره ومش كلها كمان، بس اللي هيجي لك في الامتحان واللي هيجي لك منه درجات، يعني سوره البقره مش هيجي لك اقل من 13 ل 14 درجه في امتحان التحرير. تمام. سوره ال عمران مش هيجي لك اقل من 4 درجات او 5 درجات، لازم يجي لك كل امتحان يا اما 4 درجات، 5 درجات، 6 درجات. هو اقل حاجه 4، واكتر حاجه شفتها تقريبا كانت 6 او 7 درجات، يعني مفيش حاجه زي كده، مفيش حاجه اعلى من كده. تمام. وسوره البقره اعلى حاجه شفتها كانت 18 كان في تجريب 2025 واقل حاجه تقريبا كان 15 او 14، فمش هتلاقي اقل من كده. بقيه الاسئله طبعا هتكون اوائل الصور. اوائل الصور انت بالكتير قوي بيقول لك 3 ايات. تمام. هو طبعا مش هيزود عن كده. تمام. ولو زود عن كده وقال لك 4 ايات، فاعرف انه هيجيب لك الايات اللي هي مثلا ايه: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وهكذا. تمام. فهتبص لايات صغيره يعني، فان شاء الله انت اصلا تبقى بالنسبه لك سهل انت تحفظ 10 ايات فيهم دول. تمام. انما مش هيجيب لك 4 ايات كبار، لان هو مش هيلاقي درجات يديها على الاسئله دي، مش عشان خاطر ان هو يعني خلاص بيحبك يعني وقلبه عليك، لا عادي، ممكن يجيب لك امتحان مفيش مشكله خالص، بس مهما كان سهل او صعب انت كده كده في الاخر هتحل، لان انت حافظ عن ظهر قلب. يا جماعه والله العظيم ما هتفكر، انت لو بتعمل اللي بقول لك عليه ده والله ما هتفكر. انت خلاص خدت شهر حفظ او خدت مثلا وقتك في الحفظ، مثلا خدت لك النظام ال 25 يوم، خلصت ال 25 يوم بتوعك، جيت بعد كده بدات الشهر اللي بعد الحفظ ده. تمام. ده اسمه شهر ايه؟ ده اسمه شهر التثبيت. انت بتثبت اللي انت حفظته. تمام. خلصنا وثبتنا، هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك هنقسم الشهر 3 تلات، تلتين انا بقرا بس في الاول. تمام. ليه مش عايزك تسمع في الاول؟ لان الاول التسميع هيكون فيه اخطاء كتير، فهتحتاج تراجع كتير قوي، فانا عايزك في الاول تثبتها شويه كمراجعه وقراءه، وانت مثلا متخيل انت مثلا حاجه قراتها 10 مرات على ايام متتاليه، فخلاص انت بيرفكت. تمام. بس ما تقراش مثلا النهارده البقره، بكره البقره، بعد البقره، وهكذا تخلص 10 ايام بعد كده تروح جايب ال عمران، لا، انا عايزك يوم البقره ويوم ال عمران، وهكذا. تمام. ليه؟ هتنسى ال عمران لما تيجي تقرا ال عمران، فلا بلاش يعني. تمام. طيب اخر فتره بقى اللي هي فتره المراجعه، تقريبا انت لو خدت لك شهرين في الحفظ والتثبيت، فانت الشهر الاخير ده باذن الله هيكون شهر 5، فانت شهر 5 هيكون فيه بقى مراجعه كتير والكلام ده. فانا عشان كده عايزك تعمل ايه؟ يا اما تسمع لحد كل يوم سوره البقره وسوره العمران، تكون انت ثبتهم، مش هتغلط كتير، حتى لو غلطت غلطه فالصفحه اللي انت غلطت فيها ديت غلطه واحده هتسمع الصفحه على بعضها تاني وتجيب الربع معاها. تمام. الربع اللي هي فيه، بحيث انك انت تربط الايه باللي قبلها واللي بعدها. تمام. تمام.
طيب خلاص احنا خلصنا. طب فرضا مثلا انت الفيديو ده مثلا نزل في شهر 3، وانت بدات في شهر 3، بدات في شهر 4، فخدت لك شهر 4 حفظ، وخدت مثلا شهر 5 ده التثبيت، تمام، وشويه في 6 مثلا 15 يوم في 6 مثلا لحد ما توصل لامتحان القران، او 20 يوم في 6 خدتهم، دول الايام اللي انت كل يوم بتسمع فيهم سوره البقره سوره ال عمران لحد. وعايز اقول لك اوعى تسيب جلسه الضحى، واوعى تسيب كل يوم الورد بتاعك، تمام. القران ده بركه في حياتك، واوعى تقول مثلا ده انا عندي امتحان، ده انا عندي شامل، ده انا عندي مراجعه، ده انا عندي كذا، وتسيب الورد. اوعى اوعى بجد يعني، بلاش. اكتر حاجه ممكن تخسرك وقتك وتخسرك البركه اللي في وقتك وفي فهمك وتوفيق ربنا ليك، هي انك انت تسيب كتاب ربنا، تمام. طيب فرضا مثلا لو حد دلوقتي بيسمع مثلا الفيديو ده في شهر 5، هل ما ينفعش ابدا؟ لا، ابدا برضه، تمام. طيب ابدا ازاي؟ انا دلوقتي بس عشان خاطر اخد شهر 5 للحفظ وشهر 6 للتلقين او للتثبيت، طبعا صعب جدا يعني. مش شهر 6 هيكون فيه امتحانات، وفي نفس الوقت برضه مش هيكون فيه وقت ان انا احفظ والكلام ده، وممكن اصلا الامتحان يكون قبل اخر 6، فمش هلحق. طب اعمل ايه بقى؟ انا هقول لك تعمل ايه. احنا مش كنا متفقين ان احنا مثلا لو في اليوم الخامس فبنجيب سرد من اول الورد رقم 1 لحد الورد رقم 5؟ هنعمل كده، بس انت مثلا كل يوم، انت النهارده حفظت اول ربع صح، هتاخد اول ربع ده حفظته وصليت بيه، وهتروح البيت تسمعه لحد تاني يوم. لما تاخد الربعين مع بعض سرد، تبقى عامل حسابك ان انت في تاني يوم هتسمع الوردين لاي حد. طب تالت يوم هكذا. طب اليوم ال30 هتسمع ال30 ورد لاي حد في البيت. يعني انت كل يوم بتسمع اللي بتحفظه النهارده واللي قبليه، واللي بتحفظه النهارده واللي قبليه، فانت هتبقى دمجت الشهرين مع بعض، فاختصرت الوقت على نفسك، تمام. هيبقى مجهود طبعا زياده، انت كل يوم هتسمع. انت بدل ما كنت بتخلص صلاه الضحى وتروح تذاكر، لا، هتروح تسمع، وممكن يكون وقت كبير، بس هيبقى وقت كبير قد ايه؟ يعني مثلا هيبقى ربع ساعه، تلت ساعه، يوم ما انت مثلا خلصت ال 30 ورد في الاخر هيبقى ساعة ونص زيادة. بس في نفس الوقت برضه انت لو جيت تحسبها، والله بركة في يومك كبيرة جدا جدا جدا، وربنا عمره ما هيضيعك. بس ان شاء الله باذن الله يعني تبذل اقصى جهدك باذن الله، وما تستخسرش مجهود. ونصيحه يا شباب، انت في الاخر الفتره دي يعني الدنيا بايظه مع كله، عشان فاهمك بس حاجه، الدنيا بايظه مع كله، النفسيات كلها بايظه، فبالله عليك ما تستخسرش مجهود، وفي نفس الوقت ما توقفش عشان خاطر يعني. لو جيت تبص في اي حد نجح جنب حواليك، هتلاقي اول قصته كانت سودة والدنيا بايظه خالص. سيدنا يوسف بدأ قصته بان هو اترمى في البير، اتباع كعبد، اتسجن، عشان خاطر بعد كده يبقى عزيز مصر، تمام. وربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك مكنا ليوسف في الارض. وكذلك ايه؟ بكل الاحداث السيئه اللي حصلت ديت. لو حد شاف القصه من بره كده في الاول وحط عينه كده على الاحداث، هيقول لك لا، ده الراجل ده حد دعا عليه باللعنه ده. بس سبحان الله، ربنا في الاخر شوف كاتب ايه. كذلك مثلا سيدنا موسى نفس الكلام، انه قتل واحد وهرب من اهله وبتاع، وفي بدايه حياته كان مولود في، يعني اتولد في السنه اللي هيتقتل فيها هو، تمام، وما اتقتلش واتربى في بيت عدوه. فانت متخيل الموضوع؟ فما تعرفش الخير فين، فاسعى وخلي دايما امرك في ربنا كبير. وصدقني والله العظيم هتبص تلاقي مواقف توفيق ربنا معاك في امتحاناتك وقبل امتحاناتك كتير جدا جدا. والله العظيم لو عملت لكم فيديوهات عن توفيق ربنا في اللجن بس، اقسم بالله هتتعجبوا ان ممكن ربنا يعمل كده مع اي حد، لمجرد بس انك تظن في الله خيرا وتتقي ربنا، وتبقى داخل امتحان 100% انت مش هتغش ولا كلمه. طول ما انت متوكل على الله بس. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تمام. فانت لو متوكل على ربنا فعلا، والله العظيم ما هتخيب ابدا، تمام. وكده كده لازم أن تكون فاهم ان الخير ليك مهما كان، تمام. انت عارفه مش عارفه، الخير ليك مهما كان بقى. بص يعني ممكن ما يجيلكش دلوقتي، ممكن يجيلك بعد كده، تمام. ربنا قال لسيدنا موسى: واصطنعتك لنفسي، تمام. فخلي بالك كده، انت شوف ربنا بيعمل معاك ايه، وفي الاخر ربنا هيديك ايه، تمام. ممكن ما تاخدهاش في اخر سنه، مفيش مشكله خالص، ارضى بالخير مهما كان. وبص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. معلش طبعا الفيديو طول شويه، ولكن انا صورت الفيديو ده اكتر من مره عشان خاطر يبقى وقت قليل، بس لقيت ان انا عشان خاطر اديلكم الاستفاده الكامله ومبقاش بكروتكم الفيديو هيبقى طويل. فان شاء الله باذن الله اي فيديو تاني انتوا عايزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير جدا. ان شاء الله مش هحرمكم من حاجه يعني باذن الله، ربنا بس يوفقني وارجع لكم فيديوهات زي زمان. وان شاء الله باذن الله فيديوهات على طول تكون مستمره. وبس كده، صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبالله عليكم يعني كل طلب منكم الفيديو ده يوصل للناس، تمام، ونحط لايك والكلام ده، والحاجات اللي هي مش محتاج منها حاجه، مش هستفيد منها حاجه، مفيش اي استفاده ماديه خالص، ولكن بس هي حاجه معنويه ليا، يعني احس ان انا عملت حاجه وان في مجهود ده بيقدر. وفي نفس الوقت برضه عايز الناس كلها تستفيد عشان خاطر ربنا يعني ايه يكرمنا ويتقبل منا العمل الصالح ده باذن الله. واخر حاجه بس، ادعوا لنا في اي يوم. بصوا لو في اخر يوم في رمضان يعني ادعوا لنا، افتكرونا بس في اي حاجه كده، وادعوا لي كده باي حاجه، اي حاجه تيجي منكم حلو، اي دعوه تدعوها انا عن نفسي موافق والله، تمام. وافتكر ان انت لما تدعي لاخوك بظهر الغيب، الملائكه بتقف وتقول امين، بتؤمن على دعاك وتقول لك امين ولك بالمثل.
فلو انت عايز حاجه معينه ادعي لي بيها، انا ما عنديش مشكله. تمام، الملائكه هتامن واخدها وانت تاخدها برضه. تمام، مش خسرانين حاجه، وانا هدعي لكم عن نفسي، انا بدعي لكم والله. تمام، بس كده، صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم على خير. سلام.